وغادي ندوزو الاف بي ام. الا عقلتوا من الفيديو الاول قلت لكم انه اف بي ام كتكون بالزرق. غتلاحظوا معايا انه قبل ما البراند دير احتكار المنتوج ديالها في امازون، شو كانوا الناس كيبيعوا اف بي اي و اف بي ام بجوج، ولكن دابا لا، دابا غير البراند و كيبيعوا غير اف بي اي. يعني هاي استفاده اخرى. الا بغينا نعرفوا واش هاد البرودوي كيتباع حتى اف بي ام، كنجيو هنا كنشوفوا ها هو كاين، وكنعرفوا حتى الاثمنه اللي كيتباع بهم اف بي ام باش نعرفوا حتى حنا واش مسلكنا ولا لا. دونك هنا كتشوفوا انه كان كيتباع ب23، في حين ان اف بي اي كانوا كيتباعوا غير ب19.99 مثلا في هاد الوقيته. صافي كنبقى غادي وكنقارن. تقدروا مثلا تحيدوا هادشي كامل الا كان غادي برزتكم، ديروا غير بحال هكا وديروا معاه اف بي اي باش ديروا الفرق. شفتوا كتجيو للتاريخ اللي نتوما بغيتو. هو نورمالمون انا كندير 3 شهور، كنبدا 3 شهور، وملي كندير دراسه ديال 3 شهور كنمشي لعام. ولكن في هذه الحاله بما ان البراند بوحدها اللي ولات محتكره هاد البرودوي في امازون، غير في هاد المثال اللي انا اختاريت غادي نمشيو لكل شيء هنايا وغادي نقارنو، وغادي نبقى غنشوف بالزرق اللي هي اف بي ام بشحال كيتباع، بلا كولور الاخرى اف بي ام بشحال كيتباع، وغنقارن. مثلا هنايا كيبان ليا تقريبا بحال اف بي ام بحال اف بي اي. اوكي، سو كديروا دراسه بحال هكا، كتشوفوا الاثمنه ديالهم بجوج، كتشوفوا الترندز، يعني واش هادشي ديما مستقر او لا راه غير واحد الفترات وصافي. كيف قلت لكم الحوايج الموسميه كتختلف على الحوايج اللي كتباع ديما على طول العام. صافي. ولا بغيتو تجتهدوا اكثر ممكن ديروا الباي باكس حتى هو من بعد وتشوفوا شكون اللي كياخذ الباي باكس. اوكي، هنا مثلا غنعرفوا انه من الدار الثمن ديالو في هذا النهار ولا في هذا الشهر 21.85. اف بي اي كيتباع ب 22.49، يعني ما كاينش فرق كبير. واللي واخد الباي باكس ب$20 و83 اللي هو اف بي ام. اوكي، يعني شي واحد كان كيبيع اقل من هذا اللي اف بي ام وهو اللي عطوه الباي باكس. هنا عاوتاني كيف كتلاحظوا انه عندهم نفس الثمن بحال اف بي اي بحال اف بي ام. شوفوا هادشي راه مهم. شتي اللي ديجا بدا امازون اولا ديجا خدام في امازون غادي يعرف ان هاد المعطيات هذه مهمه بزاف، حيت ملي كيكون عندك شي منتوج اللي هو خفيف والكرتونه ديالو صغيره بحال لو كا ديال هاد لابودغ، كنعرفوا انه ما كيكلف والو للتوصيل. اوكي، سو كتشوفوا هنايا كيف مهم كنشوفوا ليستوار ديال السيلز بلا ما كنزيدو من راسنا، بلا ما كنبتكروا. وهنا من طبيعه الحال كيف قلت لكم قبيله كتشوفوا امازون حتى هو بشحال كيبيع. شوفوا هنايا كان واخا كاين امازون ماشي هو اللي واخد الباي باكس. سي بور سا انا كنقول لكم ماشي ديما كنخافوا من امازون الا كان معنا في الليستين، كاينين حالات استثنائيه. وهذا البزنس باش زوين كيبغي الاجتهاد، كيبغي ماشي حاجه وحده غنطبقوها على كل شيء. شتي الا عرفتوا هاد كيبا والله العظيم الا صعيب انكم ما تنجحوش في امازون والله. المهم ما علينا، غادي نكملوا. دونك نتوما الجراف كديروا على حسب نتوما شنو باغيين تشوفوا. مثلا الا ما كنتوش انتريسي انكم تصيفطوه اف بي ام كتحيدوا عليكم هذا. اوكي، هو نورمالمون ما كيبانش لكم بحال هكا انا حيت دايره لكم ديما، ولكن الا درنا ديال عام حيت هما اللي غالبا كنخدموا بهم. كيف قلت لكم انا كنبدا ب3 شهور كنشوف شنو واقع في هاد 3 شهور الاخرى، وتا ناخذ الاستنتاجات ديالي عاده كنشوف بالنسبه للعام باش نعرف واش هادشي ديما كيكون ولا غير هاد الفتره، واش كاين زعما شي شونجمون غير هاد الفتره.
باش كنردو بالنا. المهم غنخلينا في عام. كيف قلت لكم هنايا كديروا اللي بغيتو تشوفوا هنايا كيف قلنا ما كاينش امازون، دونك بحال كاين بحال ما كاينش، ولكن نتوما كتختاروا اللي كيناسبكم. مثلا ما بغيتوش اف بي ام ما كديروهش، بغيتوه كتخليوه هنا ما كاينش، حيت كيف قلنا البراند ولات محتكر امازون. هادو ماشي مهمين، هضرنا عليهم هذيك المره، هادو تاهما ماشي مهمين. هنا كيبينوا لكم الثمن في اي باي. غتلاحظوا انه دابا كيتباع في اي باي في $51 و88 سنتيم. بليز ما عمركم مثلا يبان لكم الثمن لنفترض بان لكم الثمن نازل بزاف في اي باي وتقولوا غنشريه من اي باي ونبيعه في امازون. ما ديروش بحال هكا، حيت الا سولوكم على لي غوسو ديالكم وعطيتوهم من اي باي كيسدوا لكم الكونط. ما تقدروش ديروا بحال هكا، ولكن كتقدروا ديروا العكس. لي برودوي اللي ماشي لكم مثلا في امازون تقدروا تبيعوا منهم في اي باي، ولكن ماشي العكس. اوكي سو ما غاديش نستعملوها، ما غاديش نخليوها. هنا كيبينوا لكم في اي باي الا كان شي حد كيبيع المنتوج قديم. مواد جميل غالبا ما كتباعش قديمه، دونك سي بور سا ما عندناش معلومات على هادو. صافي هذا هو الجراف الاول، وهذا الشيء كيف هذه هي الطريقه اللي كنقراو بها المعلومات. كيف قلت لكم نتوما تقدروا تنقصوا وتزيدوا اللي بغيتوا اللي غيجيكم ساهل. تقدروا ببساطه تخليو غير الباي باكس والسيلز رانك غير باش تاخذوا فكره. اوكي، وإلا قررتوا واش غتبيعوه اف بي اي ولا اف بي ام كتزيدوا شنو بغيتوا وكتنقصوا شنو بغيتوا. المهم هذا هو هاد الخانه الاولى. هنايا كتشوفوا هاد sales rank based on each category، يعني كل sub category ديال هاد البيوتي اند كير غتكليكيو عليها. هذا قلت لكم هو هذا تماما. ابخي الا بغيتو تشوفوه في الفيس باودر، يعني في السب كاتيجوري ديال الفيس باودر، شفتوا واخا كاين كيبان لكم هنايا هذه الفوق وهذه لتحت سي نورمال، حيت السيلز رانك ديال هذه على حساب شحال كاين من منتوج في الكاتالوج اللي هو البيوتي اند بيرسونال كير، يعني راه كاتالوج كبير. وهنايا هاد السب كاتيجوري سي نورمال غادي يكون رقم اقل، حيت عاوتاني الكاتالوج ديال الباودرز راه فيه غير واحد الكونتيتي محدده، يعني اقل بكثير من هذه. سي بور سا كيبان لكم هنايا رقم اكبر من هذا، ولكن الا لاحظتوا غتلقاوهم انهم غاديين مع بعضياتهم، وهذا الشيء طبيعي. اللي ماشي طبيعي هو انهم مثلا واحد طالع وواحد نازل، ما يمكنش هادو كيمشيو ديما اون باراليل، حيت اللي كيتباع هنا راه اوتوماتيكمون كيتحسب انه تباع في الاخرى. فهمتوا؟ حيت هذه هي الكاتيجوري الام. نفس الشيء الا بغيتو تشوفوا في الميك اب اند فاونديشن، هنا كنظن انهم ما عاطينش ما كيتباعش في هاد السب كاتيجوري. اوكي هانتوما شفتوا. المهم هادشي انا بالنسبه ليا كنقول ماشي مهم، ولكن غير كنبغي نوريه لكم. كاين اللي مثلا بما ان هذا هو هذا تقدروا الا كان غيبرسكم تحيدوه من هنا وتخليوه غير هنا لتحت، بحيث ان هنا غتولي واضحه لكم الصوره. تقدروا مثلا تزيدوا عليها اف بي اي واف بي ام. اوكي هنا اف بي ام غير حيت ما كاينش صافي، وكديروا بحال هكا وكتوليو كديروا ليه دراسه بحال هكا. شفتوا ملي ولا ب 24 و50 نزل سيلز رانك، يعني المبيعات زادوا، وملي طلع سيلز رانك طلع. يعني نتوما على حسب اشنو كتفضلوا. الا كان ما عندكمش مشكل تقدروا ديروا بحال هكا وهذا تحيدوه. هاد الخانه الثانيه تقدروا تحيدوها تماما، طريقه انكم كتنزلوا لتحت كتمشيو للجراف سيتينغز وكتقلبوا على اش من وحده. ها هو نفس الترتيب، يعني هي هاد الثانيه نديروا لها بحال هكا، ها هي كتحيد. نعاودو نكليكيو هنا. شفتوا ها هما دابا هنايا ناقص واحد. انا كنوريكم نتوما ديروا داكشي اللي كيجيكم ساهل، حيت اللي مهم من هادشي كامل هو انكم حتى شي حاجه ما تبرزكم وتعرفوا ديروا قراءه واضحه للجراف. انا شخصيا كنفضلو بحال هكا، ديما عندي هكا.
دابا غادي ندوزو لاخر خانه عندنا. كيف قلت لكم هذيك المره عندنا الريتينغز، يعني الريتينغز هنا كيبقى ستابل، يعني المده ديال العام هو محتفظ على الريتينغز ديال 4.6 اللي هي مزيانه. الريتينغ كاونت يعني شحال من واحد عطاهم ريتينغز باش وصلوا لهذا المعدل هذا. و نورمالمون الريتينغز ما كيكونش مهم من غير الا كان شي منتوج عاطينو 2 ولا 3 ولا نجمه، ماشي مزيان. هذيك الساعه كتعرفوا انه الناس ما كيعجبهمش، و كيكون الريتيرن مزيان، يعني بعدو من اي حاجه اقل من مثلا نقولوا 4.5 ما بلاش. هنا عندنا النيو اوفر كاونت، هذه مهمه بزاف، هي شحال من واحد كيبيع هذا المنتوج. اوكي، غنجيو نشوفو هنايا غتلقاو كاينين غير 2 اللي هو في الحقيقه راه غير واحد. علاش؟ حيت كتشوفوا ان كاين غير بير مينرالز. شوفوا هذيك الخانه ديال الباي بوكس الفوق. اوكي نجربو نديرو هكا. شفتوا كاين غير بير مينرالز. نجيو لهنايا نكليكيو نفس الشيء. شفتوا هو راه غير واحد. دونك هنايا الحاجه الاخرى اللي قلت لكم اننا كنستافدوها من كيبا، كنعرفوا انا الا شفت بحال هكا ملي كنجيو نشوفوا سيلز رانك نازل والثمن مستقر، كلنا كنقلبوا على شي حاجه بحال هكا ياكو. ولكن ملي كنشوفوا الاوفر كاونت، يعني شحال من واحد كيبيع هذا المنتوج، بيان سور كل ما كانوا الناس قلال كل ما احسن، يعني المنافسه كتكون قليله. ولكن اون فوا يبان لينا واحد او لا 2 كنجيو هنا خاصنا نعرفوا شكون هما هاد الواحد ولا 2. الا كانوا مالين البراند صافي كنعرفوا بما انه العام كامل بوحدهم اللي كيبيعوا هنا، يعني راه الناس الاخرين جيتد في هاد البراند، ما بقاش كيعطيهم الحق ان يبيعوا المنتوجات ديالهم في امازون. هذا هو السبب علاش كاينين غير هما هنا. واخا كيبانوا لكم تو اوفرز، راه كيف وريتكم قبيله راه غير بير مينرالز يعني نفسهم. غير هنا حيت حاسبين يمكن الباي بوكس بوحدها، ولو فات انهم ماشي امازون يعني ثيرد بارتي سيلر، دايرينها كانها 2 ربما، ولكن راه غير واحد. كيف قلت لكم كتقدروا تكليكيو وهنايا كتاخذوا المعلومات ديال، مثلا نرجعوا قبل ونختاروا شي واحد اخر، نكليكيو هنا راندوملي. شفتوا غيبان لكم هنايا شكون اللي كان كيبيع. كيعطيوكم تاريخ، كيعطيوكم اول مره مثلا هاد السيلر بدا كيبيع هاد البرودوي في امازون. اوكي، هاد السيلر هنايا كان اول مره باع هاد البرودوي هو 2018. كتشوفوا الثمن اللي كان كيبيع به. نورمالمون هنا كيعطيوكم شحال عندهم في ستوك، وكتشوفوا اخر مره بان في هاد الليستينغ. اوكي، هاد المعلومات كتنفع بزاف باش كتعرفوا واش مثلا واش هذا بائع كبير، واش كان عنده غير واحد ستوك ليميتي صافي ساله وما بقاش بان. مثلا انا اللي غيبان ليا من 2019 ما بقاش بان في هاد الليستينغ، وحنا عارفين ان راه بقاو عندهم الحق يبيعوه حتى 2023. يعني هذا ما نخافش منه، صافي مشى ما بقاش رجع. كتقدروا تدخلوا عنده الستور ديالو الا بغيتو، كتشوفوا شحال عنده ديال ريفيوز. يعني هذا راه تبارك الله راه عنده خبره في امازون وعنده 100% ريتينغز، يعني كيخدم بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف. نفس الشيء بالنسبه لهذا حتى هو كناخذوا عليه معلومات صافي. وهكذا غادي نرجعوا لهذا الجراف ديالنا. كتلاحظوا هنايا انه هنا شوفوا شحال كانوا ديال الناس كيبيعوا هذا المنتوج، 55 في واحد الوقت، 57 شويه نقص شويه عاوتاني طلع حتى كيف قلنا في النص في 2023 صافي حتى واحد ما بقى كيبيع من غيرهم.
واحد الحاجه زوينه على هاد الاوفر كاونت، ملي كيبان لكم ان عقلتو قبيله قلت لكم راه كاينه علاقه بين السيلز رانك والثمن، راه كاينه علاقه حتى مع هاد الاوفر كاونت. اوكي، كل ما كان الناس اللي كيبيعوا هاد البرودكت قلال، كل ما كيكون البيع اكثر والثمن كيطلع. والعكس صحيح، هانتوما لاحظوا هنايا ملي ولا كيتباع ب$35 السيلز رانك اقل، وهنايا كتلاحظوا ان اللي كي الاوفرز قلال. يعني شوفوا هنايا، شوفوا معايا هاد لابارتي، عندنا هنايا غير واحد اللي كيبيع هاد المنتوج. شوفوا هنايا السيلز رانك شحال هبط مقارنه مع هاد الوقت كامل، وبالتالي الثمن كيطلع، حيت هذا كيولي هو اللي كيتحكم في الثمن. ولكن ملي كيكثروا مثلا الناس اللي كيبيعوا، شوفوا معايا هنايا الثمن كان هابط حتى ل $16.50 في الباي بوكس، حيت كل ما كبرت المنافسه كل ما الثمن كيقل. هذه حاجه معروفه. اوكي، الحاجه الاخرى اللي بغيت نوريكم انه ملي تشوفوا بحال هكا العدد كيطلع فجأة وكينزل عاوتاني واحد الفترة، عاوتاني كيطلع وكينزل، هنا غالبا كيكونوا دايرين سولد، الناس بزاف كيشريو وكيبغيو يبيعوه. ملي كتقاد ليهم ستوك ما كيقدروش عاوتاني يمشيو يشريوه بالثمن العادي، ما كيبقاش عندهم فيه الربح، كيمشيو كيوليو هنايا سيلرز اقل. عاوتاني هنايا ربما شفتوا ملي ولا عاوتاني العدد 36 كيكون غير فتره ديال السولد. هاد المعلومات علاش مهمين؟ مثلا انا لقيت واحد المنتوج، غنجي لقيته انا في السولد، غنجي غنشوف هنايا غنلقى انه كيتباع ديما كيتباع العام كامل. ولكن غادي نلاحظ انه في اوقات معينه كيوليو بزاف ديال الناس كيبيعوه، وملي كيبداو الناس كيبيعوه بزاف الثمن كيهبط. انا واخداه في السولد، شتي واخا في هذيك اللحظه اللي انا خديته يبان لي ان الثمن طالع والناس اللي كيبيعوه قليل، ندير في راسي بما انها طرات قبل راه غادي طرا حتى دابا، وبما انني انا دابا شريته في السولد راه بزاف ديال الناس غيشريوه في السولد. شنو ممكن ديروا؟ كتشريوه وكتخليوه عندكم، كتخليوهم هما حتى كيسالي ليهم ستوك ولا كيقرب يسالي ليهم ستوك حتى لهاد الفتره هادي مثلا اولا هادي مثلا، عاد نقدر نصيفط انايا ستوك ديالي. اوكي، بيان سور هادشي ما كنديروهش ديما، ما كنديروهش مع الحوايج اللي كيكونوا عندهم مده صلاحيه، وما كنديروهش مع الحوايج اللي ما كيتباعوش بواحد الطريقه كبيره. واحد الحاجه اللي نسيت ما هضرتش عليها وهي مهمه، ولكن تقدروا تاخدوا عليها غير فكره مره واحده صافي وكتحيدوا هاد التشارت، اللي هي المانثلي سولد، بمعنى شحال كيتباع هاد المنتوج من مره في الشهر. الوغ نديرو ديال العام وغادي نشوفو هنايا، شفتو كيبان لينا هنا شحال تقريبا، وكنقول تقريبا كيتباعوا في الشهر. يعني تبارك الله ما شاء الله، شوفوا هنا 9000 يونت تباعوا في الشهر. عقلتو قبيله ملي شفنا هنايا الثمن ملي نزل على غير المعتاد كيفاش تزاد البيع، عرفنا ان تزاد البيع حيت البياسار هبط. اوكي، سيلز رانك هبط. شوفوا هنايا شحال تباعوا 6000. يعني في الوقت العادي في الوقت العادي كانوا كيتباعوا 4000، هذا هو الطبيعي. وفجأة ملي هبط الثمن شوفوا طلع المانثلي سولد. شوفوا هنا، شوفوا هاد الخانة هنايا اللي نورمالمون كيتباعوا 4000 كان الثمن عادي والبياسار مستقر، يعني ها هو كاين واحد استقرار. شفتوا هذا الاستقرار ديما كيتباع بنفس الوتيره. اوكي، ولكن هنايا قبيله قلنا انه ملي نقص الثمن تزاد البيع، باش عرفنا انه تزاد البيع لان البياسار نزل، سيلز رانك نزل. اوكي، الثمن ملي نقص
الطلب كتر، يعني البيع تزاد. شوفوا معايا هنا، شفتوها 7000 يونت تباعت. يعني هادشي راه ماشي، هادو راه حقائق ومعلومات حقيقية. شفتوها؟ تبارك الله ما شاء الله. هنا راه الثمن راه طلع تدريجيا. اوكي، يعني ها هو البيع واخا بدا كينقص، ها هو راه باقي تبارك الله ما شاء الله. وشوفوا هنا واخا طلع الثمن، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا بقى البيع. علاش زوينه هاد المانثلي سولد؟ عاوتاني كتقول لينا انه واخا هذا راه كيتباع ديما بنفس الطريقه، ولكن راه الفتره ديال الصيف راه كيتزاد الطلب. شوفوا هنا كاع راه كان تزاد الثمن وبقى البيع تبارك الله ما شاء الله طالع. علاش؟ حيت لا بودغ كدار سورتو في الصيف. هادشي علاش واخا الثمن طلع بقى طلب كبير بزاف. دونك فوالا هادشي باش زوين هاد المانثلي سولد. صافي. واخر حاجه غنقول لكم هنايا هي انه من طبيعه الحال كيف قلت لكم قبيله، انه كل ما كان العدد ديال الناس اللي كيبيعوا قليل، كل ما كيكون البيع كتير. هذه تاهي عندها علاقه، هاد الجراف ديال السيلز رانك عنده علاقه كبيره بشحال من واحد كيبيع. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. انا راه ما عندي لا ورقه وستيلو ولا حافظه ولا والو، قسما بالله. هاد البرودوي اصلا اختاريته راندوملي، حيت كنت انا موجده برودكت، ما كنتش غنختار هذا اللي ما فيهش بزاف ديال الناس كيبيعوه. انا ما كنتش عارفه حتى اكتشفت معاكم. انا اختاريت من قبل غنختار شي جراف مثلا اللي بحال هكا، اللي فيه اي واحد يقدر يبيعو باش يعطينا مثلا معلومات اكثر. ما سي با غاف، هذا تا هو مزيان حيتاش كيتباع. و كاين غير جوج قلت لكم علاش. هنا كاين ناس كيبيعوا فيه الاف بي ام، فيه الاف بي اي، فيه الباي باكس. دونك حتى هذا ما بيهش. اللي كيفهم كيبا كيولي كيفهم امازون. ما تعقدوش الامور، غير بشويه عليكم تقدروا كل مره تبراكتيسيو حاجه معينه غير بشويه. ومن طبيعه الحال ملي كتمكنوا من هاد المعطيات كامله، راه كتوليو شتي غير كديروا لا سوغي بحال هكا كتعطيوهم، كتبقاو تقراو بواحد الطريقه اللي هي عموديه. اوكي صافي. وكيف قلت لكم نتوما كتحكموا في المعطيات اللي كتهمكم او لا كتخصكم. وهنايا كديروا بالنسبه للعام 3 شهور، شهر او اسبوع. كاين اللي غيسولني على هاد لي تريونغل اشنو معناهم. ما عندهمش شي معنى هنايا، غير كيقولوا بانه هنا فين كيبا زعما خدات هاد المعطيات، خدات هاد جمعات هاد الداتا. دونك كتشكل على شكل تريونغل. انا قبيله قلت لكم راه خاصو يكون بحال هكا زعما مزيان، يعني راه كاين واحد الموفمنت. المهم كاين هاد التخطيط، ماشي ضروري تلقاو هاد الاختلاف هذا، ولكن المهم كاين موفمنت. ولكن راه الا درتو مثلا الشهر شفتو اولا اسبوع، علاش؟ حاجه طبيعيه، حيت في نهار واحد ولا في سيمانه واحده ما كيكونش اختلاف اللي هو دراماتيكي. ولكن ابتداء كل ما بعدنا المسافه، كل ما بعدنا المده، سي نورمال ان المسافه كتبدا تقرب. وهنايا كيبدا يبان لينا تخطيط بحال هكا بهذا الشكل. كخلاصه انا مشيت معاكم بلا ديتاي ديال لي ديتاي. اوكي كخلاصه، ملي كندخلوا لشي كيبا تشارت، الحوايج اللي مهمين هو السيلز رانك. هذا من اهم الحوايج. كل ما كان السيلز رانك ناقص، كل ما كيكون البيع كتير. تاني حاجه اللي هي مهمه هي الثمن، بشحال كيتباع المنتوج. كديروا ديال الباي باكس وكتشوفوا يا اما اف بي اي يا اما اف بي ام، اولا بجوج على حساب نتوما شنو باغيين تعرفوا. كتجيو تشوفوا هنايا كديروا دراسه، كتشوفوا واش الثمن كيتبدل بزاف ولا ما كيتبدلش، وكتوليو تفهموا علاش ملي كيهبط الثمن كيتزاد البيع. اوكي
كتعرفوا التاريخ ديال المبيعة، واش ديما هادشي ستابل. يعني انا ملي غنشوف حاجه بحال هكا غنعرف ان ستابل. علاش؟ حيت نفس الثمن وتقريبا نفس السيلز رانك، ما كاينش اختلاف كبير. هنايا الاختلاف الوحيد كيف قلت لكم هنايا حيت كان الثمن تنقص. ما غنخافش من ان الثمن هنا تنقص، حيت كيف كتشوفوا تنقص مثلا غير دغيا دغيا ورجع لبلاصتو. اوكي، ملي كنشوفوا ان الثمن كينقص بزاف وكيبقى في واحد الوقت بزاف، نردوا البال نشوفوا حنا واش غيبقى عندنا الربح ولا لا. اما بالنسبه لهنا لا، هذا غراف زوين. هنايا كنشوفوا المونثلي سولد باش نعرفوا شحال كيتباع، واش ديما كيتباع العام كامل ولا غير فترات، وكنفهموا علاش مثلا هاد الفتره اللي هي ديال الصيف علاش تباع اكثر من الايام العاديه. والحاجه الاخرى اللي مهمه لا تقل اهميه على هادشي كامل هو شحال من واحد كيبيع هاد المنتوج. واش انا نقول لكم واحد القضيه مهمه، حيت انا عارفه انه كاين لبس، كاين اللي كيسحب ليه ان الا كانوا السيلرز بزاف راه ما كيكون البيع كيقل. هي راه فعلا بصح، ولكن راه ماشي ديما. حيت شوفوا معايا هنايا، شوفوا هنا شحال كان ديال السيلرز، وشوفوا السيلز رانك شحال كان هابط. هنا غيكون هذا المنتوج كان يلاه خرج، فهمتوا؟ شوفوا شحال كان هابط. يعني واخا ما عطيناش هنايا ثمن، يمكن غير كيبا ما جمعش هاد الدار هنايا، ولكن راه كاين البيع بواحد الطريقه خرافيه. شفتوا ها هما كانوا 35. شوفوا السيلز رانك باقي مزيان، يعني كاين البيع. هادو كاملين كانوا كيبيعوا. شتي هاد 37 ولا 40 ولا 45 هنايا. شوفوا السيلز رانك 8000. عرفتي شناهي 8000 في البيوتي كاتيجوري؟ كلشي كلهم كانوا كيبيعوا. صافي كتوليو كتقراو بطريقه عموديه المعطيات كامله في دقه واحده. شفتوا هنايا غادي نعرف الثمن، غنعرف شحال كيتباع من واحد في الشهر، وفي نفس الوقت غنعرف شحال كاين ديال الناس اللي كيبيعوا المنتوج. وكنبقى غادي بحال هكا، كندير عام، ندير 3 شهور، وكندير الدراسه ديالي. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو اللي عطيت فيه تفاصيل ديال التفاصيل باش نسهل عليكم الفهم ديال كيفاش نستعملوا كيبا بلا ما نخافوا منه، بلا ما يخلعنا. الفيديوهات اللي غادي يكونوا بالتفصيل على كيفاش كنطبقوا هادشي كامل اللي تعلمناه باش نلقاو مبيعات، غادي يكون خاص للناس اللي مقيدين معايا في الدوره ديالي ديال امازون بالعربيه باي ايمان. غادي نطبقوا فيه كامل هادشي وغنستعملوه باش نلقاو منتوجات اللي هي مضمونه ومربحه. خليو ليا في التعليق ديالكم واش غادي تزعموا دابا على كيبا، واش فهمتوا مزيان، واش عندكم شي سؤال، وان شاء الله غنجاوبكم كاملين. سمحوا لي الفيديو كان طويل، ولكن راه فعلا يستحق